السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. النهارده بقى جايه لكم بالوصفة المصرية الجبارة، الكشري المصري. حاجة كده فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. نقول بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله ونشوف عملنا ايه مع بعض. هنا كده بصوا، كنت بوريكم العيش، كنت عامله له دقه جميله. وهنا كده دي بقى شطه الزيت، كنت حاطه عليها مقطعه عليها طماطمايه كده صغيرة، كانت حاجة تحفة. كمان كنت عاملة سلطة، او كنت واخدة طبق سلطة من عند حماتي بس نسيت احطه. بصوا كان الاكل بصراحة كان جميل، حاجة كده تفتح النفس. بس البصل هنا تحسوا انه محروق شوية، بس هو في الحقيقة والله ما كانش محروق. وعملنا كمان حمص وعملنا دقة. يلا بينا نخش على الفيديو ونشوف عملنا ايه. هنا كده اول حاجة عملنا مع بعض البصل. بغلفه بطبقة دقيق او نشا، لو عندك مثلا ممكن تحطي دقيق على نشا يبقى هيديكي قرمشه. هنا كده كنت حاطه نص كوبايه زيت او اكتر شويه، عشان انا هستخدم الزيت ده في كذا حاجه في الوصفه بتاعتنا. ويا ريت يعني يفضل ان الزيت يبقى سخن عن كده كمان شويه، عشان خاطر ايه ما ياخدش معاكي وقت. وهنبتدي بقى ان احنا نقلب في البصل كده عشان نعمل احلى تقليه للكشري. بجد كان يعني ايه ولا المحلات، اللهم بارك. انا عندي صهيل بيحب الكشري جدا، فعشان كده ايه بحاول ان انا ابقى مميزه بيه. هنا حمرت البصل ورحت مصفياه وشايلاه كده، ورحت ايه نزلت هنا كده بالشعريه. ابتديت ان انا ايه احمرها، وخدت شويه زيت ركنتهم على جنب. وهنا كده كنت بسلق المكرونه بقى. انا كنت بوريكم ان الميه هتغلي اهي، وكنت ايه هنزل بالمكرونه عليها. وهنا كده كنت مولعه كمان على العدس والشعريه، خلاص هنزل بقى بيها بفص توم كده، عليه رشه كمون ورشه كزبره، حاجه كده خفيفه. ونقلبها كويس عشان خاطر ايه يعني يا دوبك تصفر كده، مش هخليها ان هي تحمر، لا يا دوبك تصفر كده تشويحه خفيفه كده. واقوم نازله بايه بالرز بقى، وادي للرز بقى التمليحه بتاعته كده. هنا المكرونه هي الميه غليت وايه ونزلت بالمكرونه، بس المقطع بتاع المكرونه ده ايه يعني ضاع مني في المونتاج. هنا كده بقى بصوا كنت منزل بقى بالثوم عشان اعمل الصلصه. ان كنت عامله الحمص، وكنت كمان خلاص العدس كمان كان خلص. هنا بقى دي كانت ايزي عشان انا اللي بصور. صلوا بقى على الحبيب المختار كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا كده كنت هاخد نص معلقه توم عشان خاطر اعمل بيها حبه دقه صغيرين كده. عشان خاطر مش بحب يعني الكشري، انا بحبه ايه يبقى يوم بيوم يعني. فهنا كده ايه كنت بقى ايه حمرت، وكنت نازله بايه بشويه توم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. كنت نازله بشويه خل، نديله ايه تقليبه كده يا دوبك الخل يغلي. هنبتدي ان احنا ننزل بايه بالصلصه بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. بصوا هنا كنت مولعه على ميه عشان الدقه بتاعتنا. هنا دي كده فص نص معلقه التوم اللي احنا حمرناها، ما هنزل بقى عليها بملح وكمون. بصوا بس شويه كمون كده محترمين يعني. وهي ابتدي ان انا اقلبها كده، وابتدي انزل عليها بثلاث معالق من الخل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا كده 3 معالق من الخل، واقلبهم كويس عشان التوم ايه يفك. وهنا بقى ايه هنقلد الاستاذ العظيم محمد رمضان، وهنقلب المعلقه ونعصر بيها الليمون عشان تجيب اخرها زي ما الدنيا مخلينا جايبين اخرنا برضه. كده نعصر الليمونه كده جامد، وايه وننزل اللي فيها كله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ننزل بقى كده بايه بشويه ميه سخنين عشان خاطر ايه نخلي ريحه التوم يفحفح بقى. لو عايزه تغليها كلها على النار برضو بتبقى حلوه قوي. وبصي هتلاقي ايه ريحه المطبخ كده قلبت معاكي كشري كشري يعني. ولا تقولي لنا بقى ايه يعني، مش عايزين نقول بقى على اسامي المحلات الكبيره، لا كشري سمسمه ان شاء الله يغطي على الكل. جربيه، ولو وصلتوا معانا لحد هنا اعملوا لنا لايك وشير وفعلوا الجرس ودوسوا على كلمه كل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كده بقى هنبهر العدس معانا. بصي التكه بتاعت تمليحه العدس او بهارات العدس دي بتودي العدس في حته تانية خالص، وبتخلي طعمه تحفه. ننزل عليه بملح وكمون ورشه باربيكيا خفيفه كده.
بصوا بتخلي رشة البربكيا دي بقى او التكية بتاعة البربكيا دي فعلا بتخلي العدس طعمه حلو قوي. جربوها وان شاء الله ايه يعني مش هتندموا، هتعجبكم وتدعولي كمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كده بصوا كنت بنزل برشة بربكيا على الدقة، وكمان هنزل عليها، هنزل بقى ايه على العدس كمان برشة بربكيا. بصوا بوريكم لونها بعد البربكيا بقى لونها تحفة، لون بقى الدقة بتاعت بره كده، ويعني ايه حاجة فاخر من الاخر. رشة خفيفة جدا مش هتحطي كتير يعني، دوبك كده تديها تقليبة بقى، تبتدي ان انت ايه تعمل تركنيها. اما الحاجات دي بتتعمل يعني في الاول كده وتتركن وبتشرب بقى من الملح والكمون والحاجات دي بيبقى طعمها حلو قوي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي. هنا كده كان البصل او الدقة او البصل بتاعنا كنت ايه نازلة عليه بقى كده بشوية ملح وشوية بصوا هنا كنت بوريكم التقلية بتاعتنا. بصوا بتقرمش كده وناشفة كده جميلة بصراحة، اللهم بارك. وهنا كده كنت بوريكم بقى الصلصة بعد ما خلصت وبتتسبك اهي. هي كده كده مش هتاخد وقت يعني. بهرتها وهنا كان الحمص خلاص. بصوا برضو كان لونه حلو قوي. انا شلت الريمة دي طبعا عشان الريمة دي بتخلي الاكل طعمه مش حلو. هنا كده كنت خلاص بقى شلت الريمة ورحت مبهراه وخلاص على كده. هنا كده بدأت ان انا اغرف بقى معاكم. بصوا كنت بوريكم الرز ان هو كان مفلفل يعني، لا بجد كانوا شوية كشري يعني ايه حاجة كده تحفة، اللهم بارك. هنا كده بصوا بقى اهم حاجة رصة الطبق. والله رصة الطبق بتفتح نفس العيال وتخليكي ان انت ايه يعني حتى الكبار يعني لما بتيجي تاكلي كده في طبق شكله حلو تلاقي نفسك مفتوحة كده وبتحسي ان انت ايه عايزة تاكلي كده يعني بيبقى الاكل كده يفتح النفس. فايه حاولي ان انت تزيني طبقك بابسط الاشياء ويعني باقل التكاليف، زي ما احنا متفقين مع بعض ان احنا بنشجع نفسنا باقل حاجة. مش لازم ان انا ايه يعني ازود او ادور على حيل ان انا اجمل بيها طبقي بحاجات عالية يعني. هنا كده بصوا كنت بغرف بقى ايه المكرونة. وكمان في تركية حلوة قوي برضو للمكرونة، اول لما تصفي المكرونة انزلي عليها بمعلقتين زيت ورشة فلفل اسود وقلبيهم يعني، بس دي بعد ما تغسليها يعني او تشطفيها من المية اللي هي بالنشا. بصوا هتبقى حلوة قوي رشة معلقتين الزيت مع رشة الفلفل الاسود بيخلوا طعمها جميل. جربوها عن تجربة حلوة قوي. هنا كده بدأت بقى ان انا احط العدس، والعدس ده بقى فيه قيمة غذائية عالية قوي. حاولوا ان انتوا دايما تأكلوه لولادكم، ولو ولادكم مش بيحبوه يعني مش بيحبوا الكشري زي كده انا مش بحبه قوي يعني، عيالي اللي بيحبوه قوي انا باكله مره واحده وخلاص. لو عيالك اللي مش بيحبوا العدس دخله لهم مثلا لو بتعملي كفته او حاجه اسلقي شويه وقومي حطاهم على اللحمه بيخلي طعمها حلو برضو عن تجربه. وفي نفس الوقت كمان قيمته الغذائيه عاليه جدا. جربوه وان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم. لو وصلتوا معانا لحد هنا متنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله بننزله. وده كده كان الشكل النهائي للطبق بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.